كاملين كتجينا لحظات ديال الشك وتنقولوا واش الطريق اللي غاديين فيها هي اللي غتوصلنا لداكشي اللي بغينا ولا كاين طريق واحد اخر. عادي هادشي كنطيحوا فيه كاملين. اليوم جيت نشارك معك اهم درس تعلمته من القصه ديال واحد الشاب مغربي سميتو طارق بن زياد. « 19 يوليوز سنة 711 ميلادية. واحد الشاب مغربي سميتو طارق بن زياد. هاد الشاب هذا في الشاطئ ديال طنجة هو وصحابه غاديين في واحد الرحلة ما عارفينش واش غيرجعوا منها ولا لا. غاديين بواحد الهدف اللي كان صعيب بزاف وكان تقريبا مستحيل لسنوات. هدف فتح الأندلس، واحد الهدف اللي بالنسبة للتاريخ الإسلامي كان نقطة تحول. ركبوا في السفن ديالهم وشدوا الطريق. وسط الطريق لقاو واحد الجبل وقفوا ارتاحوا فيه. هذاك الجبل دابا حاليا هو اللي سميتو جبل طارق. كملوا الطريق ديالهم وصلوا للضفة الأخرى. العدد ديالهم ما كانش كتير، الجيش ديال العدو كان تقريبا 5 ديال الأضعاف ديال الجيش ديالهم. زائد هذا الشيء القائد ديالهم طارق بن زياد بدا كيشوف باللي الشك بدا كيدخل ليهم والعيا بداو كيعياو. هنا طارق بن زياد غادي يتاخذ واحد الخطوه كتعتبر عبقريه من الجانب العسكري ومن الجانب حتى ديال تحقيق النجاح وتحقيق الاهداف. وقف قدام الجيش ديالو وامر بحرق السفن باش جاو، يعني السفن اللي جاو بها وقطعوا بها لإسبانيا امر انهم يتحرقوا. الجيش بدا واقف ما فهموا والو، علاش نحرقوا هاد السفن وباش غنرجعوا. هنا طارق بن زياد وقف قدام الجيش ديالو وقال الجمله الشهيره: ايها الناس اين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو امامكم. بهذه الجمله طارق بن زياد شنو دار لهم؟ حيد لهم شي حاجه سميتها الخطه البديله ولا بلان بي، يعني يا غنجحوا يا ما غنرجعوش. ومشاو ونجحوا وفتحوا الأندلس، الهدف اللي كان كيبان مستحيل قدوا عليه ونجحوا فيه. هنا كيبان لينا باللي طارق وصحابه ماشي هما الأقوى، ولكن نجحوا حيت ما كانش عندهم خيار واحد آخر. دابا نرجعوا للقصة ديالكم ديالي وديال الشباب كاملين. الفكرة ديال برا كتقول إلا مشيت لبرا غادي ننجح، وما ننجحش هنا وهنا وكاين المشاكل وكاين. فاش كتفكر انك تمشي برا هذا واحد السيف ذو حدين، يعني فيها واحد الجهه ايجابيه وفيها واحد الجهه سلبيه. الجهه الايجابيه هو انه ما حدك كتفكر وباغي دير هذه القضيه هذه الا وراء انك مستعد تضحي بديك الكونفورت زون ديالك ولا الدائره ديال الراحه ديالك والعائله ديالك تخليهم باش تمشي وتنجح ودير شي حاجه في حياتك. وبصح نسبه كبيره ديال اللي كيمشيو برا، نسبه كبيره ماشي كلشي كيمشي وكينجح، ولكن علاش؟ المشكل هو انه 90% ملي كيمشي لبرا كون خدم هنا بنفس الطريقه بنفس المجهود بنفس العقليه او المايند سيت كان غادي ينجح. نقولوا انه ما كانش غينجح بنفس الطريقه ولا بنفس النيفو، ولكن كان غادي ينجح. وهنا غادي نرجعوا للقصه ديالنا والجمله ديال طارق بن زياد ديال العدو امامكم والبحر من ورائكم. هذه الجمله هذه الا جيتي تشوف هي اللي كيطبقوا الدراري ولا الشباب اللي كيمشيو لبرا. يعني اللي كيمشي لبرا تيلقى راسو بوحدو الجاكيطه والبرد وتيبدا يشوف ناس جداد عليه وما فاهم والو، كيبقى يبان له حل واحد هو ينجح وما عندوش خيار واحد اخر. ما كاينش خطه بديله، تيخدم وكيتقاتل وكيدير شي حاجه ما عندوش البديل. كون دار نفس المجهود نفس الخدمه نفس التماره هنا في بلادو كان غيدير شي حاجه. الدرس اللي نتعلموه من القصه ديال طارق بن زياد وبغينا نطبقوا هذا الدرس هذا على حياتي وحياتك شنو هو؟ اولا عندنا البحر اللي نخليوهم ورانا جوج الحوايج: الافكار السلبيه والخوف من الفشل. حيت الخوف من الفشل هو انك غدير شي حاجه وما تصدقلكش، فاش كتخاف منها ما كديرهاش و100% ما كتصدقلكش. ولكن كون حاولتي عندك واحد النسبه ممكن تصدق وواحد النسبه ممكن ما تصدقش.
ولكني غتحارك. لك شرف المحاولة. جوج الحوايج: الطاقة السلبية ولا الأفكار السلبية. ثاني حاجة هي خوف من الفشل. حيدو. العدو أمامكم. هذا العدو هذا وهو ماشي عدو، ولكن هو اللي ديرو قدامك، هو اللي تمشي عنده. هو النجاح وهو الخدمة، هو أنك تجرب هذه وتجرب هذه وتجرب هذه. ثاني حاجة، الحاجة اللي تعلمتيها، اللي قريتيها، اللي شفتي في الانترنت ودرتي فورماسيون، أي حاجة في راسك طبقها، ما تبقاش غير في السماء. الأفكار هما أكثر حاجة كتمشي معنا للقبر. لا، الأفكار طبقهم. إلا درتي هاد جوج الحوايج، البحر وراءكم والعدو أمامكم. ربي ما غاديش يخيبك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما حدك وصلتي معايا لهنا في الفيديو إلا وراه عندك واحد الرغبة، سواء واضحة لك وباينة لك ولا ما باينة لكش، فراه عندك الرغبة وراك باغي تنجح، وغادي تنجح إن شاء الله، غير الصبر وبشوية عليك. ما تنساش دير لي متابعة، حيت القصة القديمة إن شاء الله تقدر تزيد تبدل لك حياتك. كان معكم رضا علوان، إلى الحلقة القادمة.